إخواني أخواتي مستمعين الأوفياء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما حللتم وارتحلتم عبر أقطار العالم، وأجدد لكم الترحاب في فيديو جديد عبر قناتكم الإخبارية المفضلة كريم ماروك نيوز. فأهلا بكم معنا ومرحبا بكم مجددا. في البداية ما تنسوش الانخراط في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق لإعطائنا الكوراج في الاستمرار ومجابهة أعداء الوحدة الترابية ودعمنا ودعم القناة، فشكرا لكم. قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية المغربية والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة كان قرارا صائبا ومتبصرا. اش غادي دير تبيبين قدام غسالك؟ الكل خلاه في عزلته. صراحة دبلوماسية مغربية ذكية جدا. أقول لهم أحسنتم صنيعا. فمدريد والطيران الجوي يحلق فوق الأراضي المغربية في قلب الصحراء المغربية. مطار الحسن الأول في العيون ومطار الداخلة. يا عيني يا ليلي، الإخوان سمعونا عليها شي تزغريته فاعلة تاركة. إسبانيا اليد في اليد. انتهى عهد العصابات واتركوهم يتاجرون في الممنوعات. هذا الشيء غادي يوقف الكابرانات وغادي يحجب الخطر على إفريقيا ويحد خطر عدم لم الشمل ديال العرب والعروبة. يا سيدي عليكم. غدا ستطلع شمس علينا من فجرها وإنها لضربة قاسية جدا على الكراغلة من أن الدول كلها ولات معانا وسالينا الحضرة. لقد فزنا يا تبيبين وانتصرنا. ما بقولك غير الصين فلن تنفعك يا عديم الضمير. الصين واش غادي تخلي التجارة ديالها وتجي تنصرك انت؟ أرضنا أرض الشرفاء يا عزيزي، حيت عارف راسك مكحلها بالمرة وملفك أسود. أصبحت تخجل من اعترافك بالحقيقة. قلها لا تخجل. من أين أنت يا كابران ومن أنت؟ إن كنت شيطان فعليك أن تتوب، ولكن أنت محال تتوب. المهم الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخواني أخواتي متتبعين الأوفياء، ما يقع الآن بين بلدنا الحبيب وإسبانيا هو تحصيل حاصل وترتيبات وحل المشاكل العالقة بين الدولتين تمهيدا للطي النهائي لملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة. وهنا يظهر السبب الحقيقي الذي يجعل النظام الجزائري يصاب بالسعار بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء، لأنها نورمالمون الدولة الاستعمارية السابقة لأقاليم الصحراء المغربية وتملك كل الوثائق والسياق التاريخي لذلك، فكان لابد لها من تصفيات تبعيات استعمارها واستكمال إجراءات التسليم النهائي للأجواء المغربية. فرنسا حينما منحت الاستقلال للجزائريين استمرت في تجاربها النووية في الصحراء حتى سنة 1966، عفوا شبه الاستقلال للجزائريين. غوانتانامو أرض تابعة لجزيرة كوبا الشيوعية ما زالت تحت سيطرة الولايات المتحدة وشيدات فيها أشهر سجن طنجة المغربية ظلت تحت الحماية الدولية حتى خروج الحماية، وهذه أمور عادية. لكن الأهم هو أن المغرب ينهي آخر آثار استعمار الإسباني في صحرائه الغربية المغربية وبطريقة أخوية وسلمية كيف ما عودتنا المملكة المغربية. وهذا الشيء كان لطي صفحة الاستعمار إلى الأبد. يعلم الجميع أننا في المغرب ابتلينا بفيروس خبيث كابراني، لكن نحن في الطريق الصحيح لنتشافى منه كليا. المهم هو الثبات على المواقف الوطنية الوحدوية والديمقراطية، وذلك هو سلاحنا للوقوف في وجه كل تداعيات هذا الفيروس في الجسم المغربي. ومهما يقال فالصحراء مغربية وبأرضها وأجواءها وهوائها وبالبيئة ديالها. كذلك علينا ألا ننسى أن قرار تل أبيب الاعتراف بمغربية الصحراء ضربة مباشرة إلى جمهورية سيكيبيكي التي تعد الحاضن الأساسي لجبهة البوليزاريو. إذ ستساهم هذه الخطوة بالتأكيد في تغيير موازين القوى الدولية إزاء النزاع المفتعل، وبعد تضاؤل نفوذ الجبهة الانفصالية لدى جل العواصم الدولية لا سيما الإفريقية والأوروبية واللاتينية،
بفضل جهود الدبلوماسية المغربية. سيشكل القرار الجديد لإسرائيل دفعة متقدمة للمغرب من أجل إقناع دول جديدة بواقعية الطرح السياسي للرباط وللمملكة المغربية. وباتت مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية محل ترحيب دبلوماسي كبير من لدن أغلب دول العالم، اعتبارا للواقعية السياسية التي يحظى بها المقترح لدى الأمم المتحدة وكذا لدى مجلس الأمن الدولي، بالنظر إلى النهضة التنموية المحققة في الأقاليم الجنوبية. إلى مزبلة التاريخ يا مرتزقة الكابرانات، إلى مزبلة التاريخ يا مرتزقة الكابرانات. فككوا خيامكم والتحقوا بأوطانكم الأصلية، فجمهورية شوشع باعت لكم السمك في البحر. صراحة الجزائر قدمت خدمة كبيرة للمغرب بترافعها الكاذب عن دولة فلسطين من أجل تقسيم المغرب، وكانت تحسب الجزائر عبر هذه السنوات الطويلة بتبنيها لعصابة البوليساريو أن لها شأن في المنتظم الدولي وأنها ربحت الرهان. لا، بل فتحت الخزائن ديالها للنهب والابتزاز مجانا من أجل ضرب الوحدة الترابية المغربية. وها هي تعود من حيث جاءت خاوية الوفاض، متخلفة تغرد لوحدها خارج السرب الذي تركها وحيدة منذ انهيار المعسكر الشيوعي. يطير تبون المسكين إلى دول المعسكر الشيوعي سابقا ويظن أن العالم لا زال مستقرا ولم يتغير وما زال كما كان، فذهب لروسيا والصين فوقع له ما وقع لأصحاب الكهف. كل من حوله تغير، الأفكار تغيرت والتوجهات أصبحت مختلفة، ولم يجد المسكين من يفهم همه ولا ألمه الذي يؤرقه. المعروف الذي سينهجه المغرب مع هذه العصابة هو الدفاع عنها كي تنشئ دولة لها جنوب الجزائر، وعلى المغرب وإسرائيل أن يمد يد العون لهم لإنشاء دولة مستقلة لهم من جديد ودمجهم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الصمت حكمة والكبار يشتغلون دائما في صمت. وأقول من هذا المنبر للمغاربة قاطبة: لا داعي للرد على الجهلاء بالسب أو الشتم أو القذف، هذا زمن الخطط الصائبة إن أردت تحقيق المراد وتحقيق مكاسب دولية وإقليمية وجيوسياسية. وأنا أعرف أن جميع المغاربة عقلاء كما يعرفهم العالم بأسره، والدقتم ودائما دقتم، وما علينا إلا المطالبة بالصحراء الشرقية من المجتمع الدولي والمنتظم الدولي، تلك الصحراء التي اغتصبها الاستعمار الفرنسي. أما الكابرانات فلم يكن لهم وجود قبل الستينيات، ويعلم الجميع أنهم خانوا العهد مع محمد الخامس رحمه الله، والذي يخون العهد فليذهب إلى الجحيم. وجمهورية سيكيبيكي وجمهورية طابورستان وجمهورية البوليسبال والصنادلة فليذهبون إلى الجحيم. إلى هنا إخواني أخواتي ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما تنساوش الانخراط في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. ما تنساوش لايكاتكم وتعليقاتكم ومشاركة فيديو على أوسع نطاق لإعطائنا دائما الكوراج في الاستمرار ودعمنا ودعم وحدتنا الترابية ودعم قناتنا. السلام عليكم وفي رعاية الله.